السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل الكانون على السطح بحاجات بسيطة وحاجات كده يعني موجودة عندنا في البيت، وكمان احنا بنرميها في الزبالة. انا معايا هنا صفحتين كده بتوع سمنة. انا قدام عندنا على السطح اي علبة سمنة فاضية بتتبقى مننا مش برميها. تمام، احنا كده على السطح كده. دي العيشة بتاعت الحمام بتاع جوز اختي، وادي السطح بتاعنا اهوت. مش احسن من الطبيعة يا جماعة والله العظيم. المهم دلوقتي احنا هنقطع بقى ايه حتة الصفيحة اللي هي في الجنب ديت، حتة صغيرة كده مربعة صغيرة. هتقطعيها عشان ايه؟ ندخل فيها الخشب بتاعنا، عشان ده اللي هنعمله كانون على السطح، بدل ما نعمل بطوب والكلام ده. لا ديت حاجة ايه حلوة كده وايه على طول يعني سريعة. اهم حاجة خلي بالك وانتي بتقطعي الصاجة بتاعت السمنة، اللي علبة السمنة دي، علشان تعوريش، عشان حامي قوي. انا اتعورت منها، بس انت خلي بالك. انا دني كده اجيب ايه، اجيبها من النص كده، دني اقطع كده عشان ايه؟ اجيبها مرة واحدة وبعدين انزل بجنب وامشي بجنب كده زي ما انا بعمل كده. اهم حاجة بالراحة، واهم حاجة لازم يكون حد ماسك معاكي الصفيحة. مكانش حد ماسك معايا، ما قدرش حد يمسك معايا من الاطفال يعني كده عيال عشان ما يتعوروش. فانا في لو حد كبير معاكي يعني كده ايه يمسكها معاكي هتبقى حلوة يعني وتنجزي على طول. هي ما خدتش وقت، بس ايه مش مالكه ان انا ايه اعملها. فدنك واحده واحده كده، هتجيب من الطرف الاخر كده وتتكي عليها. وبعد كده اهم حاجه يبقى معاكي شاكوش او حاجه تقيله تخبطي عليها، بتنجز معاكي على طول. بس الشاكوش والسكينه على طول حلوه يعني. بعد كده هنزل كده ايه بالسكينه كده اهي، هقطع الجنب. الفتحه اللي انت حابه تعمليها اعمليها، حباها فتحه صغننه على قد دخلت بس الخشب اعمليها، حباها كبيره تمام. انا حبيتها اعملها مربعه كبيره كده عشان كمان انا في الاخر ما بنخلص اكل ولا نعمل اي حاجه بدخل الكنكه بتاعتنا اعمل عليها شاي، وبعد كده ادخلها جوه اطبقها كده. ما تقطعهاش، خلي الصاجه كده كده لجوه، ما تقطعيش الصاجه ايه للاخر يعني، خليها لجوه كده عشان ما تعوركيش، وكمان ايه تحمل كمان معانا جوه. بعد كده يكون عندك خشب صغير خالص كده تدخليه، والحته اللي فوق دي بقى هتحط عليها صينيه تشوي عليها سمك، تحط عليها حله حبيت تعملي لها عليها كرنب، اي اكلات حابه تعملها زي كده. ادي الحله تحطيها زي كده، هتبقى ملكه، هتبقى ملكه خالص كمان عن اللي هي الايه كانون اللي هو الطوب. اختراع حلو قوي وحاجه حلوه وموفره جدا. في اي وقت تعمليها، في اي وقت ترميها تجيبي غيرها يعني، كده كده ما بتاخدش مكان وصغيره. بس والله تعظيم تعملي عليها احلى اكل. عندك واحده، عندك اتنين، عندك تلاتة، اعملي. تمام، اعملي واحده كده. بس صراحه انا بعمل عليها المحشي، اي محاشي بتبقى جميله قوي. انت حابه تقلبيها وتعمليها من النص كده، تفتحيها وتنيميها كده بالطول وتحطي الخشب بتاعك، حلو. لكن انا بحب افتحها من هنا عشان استنفع بالحته المربعه اللي فوق على قد الحله كده، وتطلع النار من فوق زي البوتاجاز، بتبقى حلوه برضو. وصراحة لا، حلوة حلوة وجربيها هتريحك. وفي نفس الوقت احنا بنحب قعدة السطح كده صراحة. قعدة السطح حلوة قوي 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 و... والاكل كمان لما تعملها على الكانون بيبقى طعم حاجة خيال يعني. اي خشب عندك كده صغير كسريه حتت صغيرة، بلاش تخليه ايه زي ما انا عاملاه لبره كده طويل، عشان لما الولع بتولع ده كله بيولع كمان وممكن تتحرقي. انا ما لحقتش اكسر بقى حتت صغيره، انا قلت اوريكم بس كده على الطبيعه. انت بقى بعد كده تقطعي حتت صغيره وتدخليها تبقى حلوه. وكل ما الولعه تخلص اللي جوه تدخليها ايه هتزقيها، هي هتبقى حلوه قوي. وهتطلع النار على طول في الحته المدوره اللي فوق ديت، هتسوي معاكي الاكل. ولو عندك حته صاجه او اي حاجه حطيها عليها كده ايه تعليلك القانون بتاعي. ما عندكيش حطيها على الارض عادي، مش هتقولي لا يعني.
ادي كده هي ولعت معايا اهي. وجبت كمان صينيه حطيتها عليها عشان اوريكم برضو لو حبيت تشوي عليها. انا ديت هشوي عليها سمك. اي صينيه عندك كده برضو تحطيها. بصي الولعه تطلع ازاي. تمام. حابه بقى تعملي محشي، حط حله زي كده، صينيه، اي حاجه حبيت تعملي عليها اكل هتبقى حلوه ان شاء الله. لو عجبك بقى الفكره بتاعت القانون بتاعي، اشترك في القناه لو كنتش اشتركتي، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجه كومنت حلو كده ولايك حلو، وقولي لي ايه رايك في القانون بتاعي دوت على السطح. تمام. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.